أهلا وسهلا. وصفتنا اليوم راح تكون منتو بطريقة سهلة ومرة لذيذة. ليش سهلة؟ لأننا راح نستخدم عجينة السمبوسة من بيلي. بيلي منتج سعودي. أساسا العجينة عجينة سمبوسة صحيح، ولكن نقدر نعمل بيها منتو، وراح تشوفوا معايا الطريقة. بيلي عجينة سمبوسة، في منها شيء مخصص للقلي وشيء مخصص للفرن. القلي فيه هنا قياس كبير، وفي كمان منه قياس صغير. اليوم أنا حستخدم القياس الكبير، أحسه مناسب مع المنتو. شوفوا فيها 20 قطعة. الماركات التانية أي عجينة سمبوسة تانية بيكون فيها 15 قطعة، لكن بيلي فيها 20 قطعة. هذا الحجم الكبير. العجينة جربتها قبل كده، ما فيها ريحة وحشة، ما فيها طعم خميرة أو طعم وحش، أبدا أبدا أبدا. العجينة فنانة، حبيتها مرة. واليوم راح نعمل زي ما قلت لكم المنتو. عندي هنا لحمة مفرومة، والأفضل يكون معاها شوية دهن. تبى تستخدم الغنمي يصير، تبى تستخدم البقري كمان يصير. راح أضيف لها بصلة كبيرة مقطعة، ممكن تفرميها كمان بالمحضرة ناعم، بس أنا أحبها تقطيع يدوي. عندنا هنا ملح وفلفل أسود، ونخلط كده. الحشوة حتكون جاهزة. راح أخذ من الحشوة بين كل شريحة وشريحة فيه نايلون بهذه الطريقة. ناخذ من الحشوة، حتطلع حبات المنتو كبار لأنه هذه العجينة أصلا كبيرة. إذا تبغي الصغير عادي أستخدم القياس الصغير، سواء كان حجم القلي يعني النوع القلي أو النوع الفرن. راح أسوي معاكم تجربة بالنوع الفرن كمان عشان تشوفوا النتيجة في الاثنين. شوفوا ما شاء الله، في أحلى. لا تنسي قبل ما تحطي المنتو وتحشيه، بعد ما تحشي المنتو قصدي وتحطيه في قدر المنتو، لازم القدر يكون مدهون بالزيت أو تغمسيه في الزيت. أنا قاعدة أغمس كل حبة وأحطها. راح أجرب معاكم أسوي الحجم الصغير للي يحبوا المنتو الصغير، وحاستخدم عجينة الفرن عشان تشوفوا النتيجة. نجرب كده وكده. هذه عجينة القلي الحجم الكبير، تديكم كده حبة كبيرة. تغمسيها في الزيت وتصفيها في القدر. طيب حنجرب مع بعض عجينة بيلي للفرن. راح أعمل برضو فيها منتو. ترى حبة المنتو للعجين الصغير سواء فرن أو قلي حتطلع برضو مناسبة، يعني ما حتكون مرة أوفر صغيرة. حتطلع حبة المنتو قد ملعقة الطعام بالضبط بعد الاستواء. طيب أحيانا من الأشياء اللي ممكن تواجهنا إنه أطراف العجين ينشف. يعني تكوني استخدمتيه للسمبوسة، حطيتيه في الثلاجة، نشفت الأطراف، تاني يوم تبي تعملي منتو، إيش تسوي؟ يعني هذه المشاكل تواجه أي ست بيت. إيش حنعمل؟ حنبلل الأطراف شوية بالموية وعادي أحشيها منتو. وهذه حبة منتو بعجينة الفرن الحجم الصغير. نطبخها من 25 دقيقة ل30 دقيقة، مو أكتر. المبالغة في مدة طهي المنتو ينشفه، ف25 دقيقة من يوم ما يوصل البخار لأعلى طبقة كافية جدا لاستواء المنتو. طيب رفعت القدر على النار وحرش حبات المنتو بموية عادية أو تكون دافية شوية عشان نرطبها وما تكون الضفاير ناشفة. نشوف النتيجة. ما شاء الله تبارك الله. يلا ندوق. وهذا اللي بالفرن تقريبا نفس النتيجة، ماني شايفة فرق.